الو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته يا احمد. ازيك يا دكتور؟ سامعني كويس؟ ارجو ان الصوت يكون واضح. الصوت واضح، دقيقة واحدة بس. طب اتفضل. ايوه احمد اتفضل. ازيك يا دكتور؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله حبيبي. بص يا دكتور، احنا حاليا بيستمع لحضرتك دلوقتي حاليا تقريبا حوالي 200، بيرتفع عددهم لما بنبدأ الحوار ل 250. المجموعة اللي هي موجودة هنا هوت هي واقع الامر مجموعة من المصريين تواجدوا في منتدى سميناه Egypt for all، يعني مصر للجميع. جميل. اعلينا فيه قيمة المواطنة، وان المواطن المصري بغض النظر عن لونه، عن جنسه، عن دينه، هو في الاخر مواطن مصري له حقوق وعليه واجبات والتزامات بغض النظر عن اي اعتبارات اخرى، وبنحارب اي محاولة لتقسيم هذا الوطن وفق اي تقسيم طائفي. استضفنا مجموعة من السياسيين المصريين في كل المجالات، سواء في المجال السياسي كان معانا الاستاذ جورج اسحاق، كان معانا ممدوح حمزة، كان معانا عمرو الشبكي، كان معانا الدكتور كمال الهلباوي، كان معانا عصام العريان، كان معانا المحافظ ابو جلباب قبل ما يبقى محافظ بجلباب سعد الحسيني. وفي الحقيقة كثر في مجال الفن، كان معانا الاستاذ خالد يوسف، كان معانا الممثل عمرو واكد، كان معانا من الشعراء الاستاذ فاروق جويدة، وكان معانا الاستاذ جمال بخيت، اما من والدكتور طبعا الدكتور عباس الجنابي كشعراء. وكان معانا ايضا من الفنانين كان معانا الاستاذ جمال غيطاني. من القانونيين كان معانا الأستاذة تهاني الجبالي، كان معانا أيضا من المثقفين الأستاذة فريدة الشباشي، كان معانا أيضا من الفنانين الأستاذ محي إسماعيل. يعني كان معانا نخبة في الحقيقة. الحقيقة نخبة عظيمة جدا ومتنوعة وموجودة عندنا، حاطين لأن احنا لينا صفحة، فهذه الصفحة تم رصد كل هذه الحلقات وهي موجودة على اليوتيوب ومسجلة، وحضرتك ان شاء الله هندي لحضرتك الموقع بحيث ان سعادتك ايضا تتواصل معها وتستمع لهذه الحوارات، واللي هيكون حوار حضرتك من ضمن هذه الحوارات ان شاء الله. احنا هنتكلم مع حضرتك النهاردة كما نعرف حضرتك الاستاذ الدكتور هاني شعيب، استشاري الامراض النفسية في بريطانيا، وهو ايضا شاعر، وشاعر من انا بعتبر واحد من بيسموهم ايه من عظام الشعراء اللي موجودين هنا في بريطانيا، وهو من اصحاب او من ينتمي الى المدرسة الحديثة في الشعر اللي هو ما يسمى بالشعر العمودي، وهو ايضا محب لأمل دنقل والسياب وهذه المدرسة الكبيرة العظيمة. الدكتور هاني هنا في بريطانيا هو رئيس الملتقى الثقافي المصري العربي البريطاني، اللي انا اشرف ان اكون احد اعضائه. اعضاء المؤسسين يا احمد. اعضاء المؤسسين طبعا يا دكتور. الملتقى الثقافي المصري العربي البريطاني زي ما هو واحد من اسمه، هو ملتقى ثقافي يضم عرب، يضم مصريين، يضم بريطانيين، بيجتمع بشكل دوري برئاسة الدكتور هاني شعيب، وبنتعرض فيه لكل القضايا، واستضفنا فيه ايضا كثير من في المجالات ونتبادل فيه الخبرات. هناك الطبيب اللي زي الدكتور ذهني فراج يدي محاضرات في القلب، هناك الدكتور حسام عبد الله ربنا طبعا يشفيه بالسلامة بيدينا مثلا محاضرات في العقم، وفي مهندسين بيدونا محاضرات في الهندسة. يعني طبعا شرفت بان انا قدمت محاضرات في الاقتصاد كثيرة في المنتدى. الدكتور هاني
في الحقيقة السمات الشعرية في الملتقى كثيرة جدا، وهناك أيضا كثير جدا من الموضوعات التي أثيرت على مدار سنوات طويلة في الملتقى بنتبادل فيها الخبرات. وفي الحقيقة يمكن ده اللي بيخلي المجتمع البريطاني، أو أقصد المجتمع العربي البريطاني، غني جدا بمثل هذا الملتقى اللي بيتعرض لكل هذه المواضيع وكل هذه التخصصات ويقربها لغير المتخصص. فنحن مجموعة في الحقيقة نقايد خبرتنا إذا صح التعبير. أنا كاقتصادي أقايد خبرتي مع الطبيب، أقايد خبرتي مع الأديب، مع الفنان، مع الشاعر. وهذا أمر في الحقيقة يمكن كتير بيسألوا لي أنت متعهد الثقافات. أنا بعتقد أن وجودنا الطويل في بريطانيا أسهم بشكل كبير جدا في هذا البناء الثقافي اللي احنا يعني البعض قد يرى ان احنا فيه بنتميز عن الآخرين. الدكتور هاني موجود النهاردة معانا على صعيدين: على صعيد المحلل النفسي للشخصية المصرية، وعلى الصعيد ايضا انه شاعر وهو ايضا مهموم بالوطن. الدكتور هاني اقدر اقول ان توجهه السياسي هو التوجه الليبرالي اللي هو توجهنا احنا، ويمكن الدكتور هاني في لحظة يمكن مبكرة اكيد كان يميل الى التيار الفكري اليساري الناصري، ممكن اذا انجاز التعبير، وهو طبعا يعني اقدر مني في تعريف نفسه في هذا المجال. اذا نحن بنتعامل مع رجل سياسي، مع شاعر، مع طبيب، ونستطيع ان نعكس الامور. سؤالي للدكتور الصديق العزيز الاخ الكريم الدكتور هاني شعيب: ما هو حضرتك يعني وجهة نظرك النهاردة كطبيب نفسي للشخصية المصرية، يعني قبل الثورة، قبل ما الثورة اللي هي في المرحلة ما قبل المنطقة الحرجة، ثم بعد قيام الثورة واللي احنا وصلنا له النهاردة، وهل وكيف تتعامل هذه الشخصية مع هذا الواقع اللي ممكن نقول عليه محبط؟ ما اعرفش اسميه ايه. انا هترك لحضرتك في الحقيقة انك انت تقول لنا رؤيتك عن هذا الوضع في الاطار النفسي. اتفضل يا دكتور. طب يا احمد، الحقيقة انت سألت سؤال ضخم جدا وكبير جدا، ومن الصعب ان احنا نحصره في اطار معين، ولكن عشان احاول اكون قدر الامكان موضوعي لابد ان احدد الاطار المكاني والزماني للمعطيات اللي انت طرحتها. انت بتتكلم على الشخصية المصرية قبل وبعد الثورة. نعم. بداية كده، اذا كان هناك اي متغير في الشخصية المصرية بعد الثورة فهو متغير ايجابي يتمثل اساسا في كسر حاجز الخوف والانتقال من مساحة رد الفعل الى مرحلة الفعل، المبادئة. الشخصية المصرية عموما على مدى سنوات كثيرة جدا من السنين ان لم تكن القرون كانت فيها، وبرضه عشان احاول اكون موضوعي، صعب جدا ان اقول ان في حاجة اسمها شخصية مصرية كده، لان سمات الشخصية دي سمات ذاتية فردية محددة. ولكن اذا اردت ان تصف جماعة من الناس فانت هنا بتخرج من الاطار الشخصي، الاطار العام، ووصفك هنا بيكون عموما ما هوش دقيق. ولكن بصفة عامة تقدر تقول ان الشخصية المصرية على مدى سنوات او قرون طويلة جدا من الزمن تميزت بدرجة من السلبية. كان فيها عنصر سلبي يعني يتردد كثيرا قبل ان يبدأ باخذ موقف يمكن ان يتصف بالمبادئة. الفرق اللي حصل بعد الثورة هو ان هذا الانتقال من الجانب الانتظار لحدوث التغيير او حتى تتغير الظروف الى المبادئة بالفعل لأخذ الأمر باليد كما يقال، ومحاولة إحداث التغيير طبقا لما يريد هذا الشخص، هذا الإنسان. فالإنسان المصري أصبح أكثر إيجابية مما قبل.
يتمثل هذا في ظواهر عديدة جدا، منها مثلا خروج المظاهرات، منها في أخذ مواقف سياسية تقول لا بصوت عالي وبصوت واضح، منها الاعتصامات اللي احنا بنشوفها كثيرا في فئات معينة من طوائف الشعب، في المطالبة بالحق بصوت أعلى بكثير مما كان في الماضي. ايضا احساس بالتضامن الاجتماعي او الجماعي بيقلل الاحساس بالخوف. يعني انا لما بكون فرد وحيد وبطالب بشيء اعتقد انه حقي وانا حاسس ان انا لوحدي، ده ممكن يعني يديني احساس بالعزلة او بالخوف. لما بكون في وسط جماعة كمية الخوف بتقل، وبالتالي القدرة على المبادئة بتزداد. الملاحظة على الشخصية المصرية عموما انها اصبحت اكثر ايجابية، انها اكثر مطالبة بحقها، وايضا احيانا فيها قدر من التجاوز في بعض الاشياء. فده اذا اردت انت، اذا كان ده ملمح ممكن رصده. فباختصار المصري الان غير مستعد ان ينتظر فترات طويلة حتى يأتي إليه حقه بشكل تلقائي أو بفعل شخص آخر أو بفعل قانون آخر. هو الآن مستعد أو بيسعى بسرعة وبدرجة يمكن فيها شيء من العجلة أحيانا إلى المطالبة بهذا الحق وانتزاعه إذا أمكن، وده في حد ذاته بيحمل بعض الإيجابيات وبيحمل أيضا بعض السلبيات. يعني كثير من المظاهر السلبية اللي احنا بنشوفها في المجتمع المصري ممكن جدا هي في التزايد في المطالبة بالحق. يعني حتى وإن كان الإنسان بيعتقد أنه عنده حق، ولكن هذا الحق بالكامل ليس يعني مطلق وإنما جزئي، فهو بيسعى بقدر الإمكان على الحصول. إذا أردت باختصار شديد، بعد الثورة المصري أصبح أكثر إيجابية، أصبح استعدادا للقبول بالمخاطرة، أصبح أكثر التصاقا بجماعة من الناس مما يقلل عنه الإحساس بالخوف، وبالتالي حاجز الخوف اللي هو كان بيوصف به جموع المصريين ان هم ما عندهمش قدرة على كسر هذا الخوف، هذا الفرض او هذا الافتراض ذهب الى غير رجعة. والمصري الان اصبح لا يخشى الحاكم، لا يخشى الشرطة، لا يخشى المواجهة والمجابهة. هذه الصفات او هذه التغيرات على الانسان المصري اتت ببعض الايجابيات، وايضا من المؤكد انها اضافت بعض الرتوش او بعض يعني الصفات اللي هي يمكن او النتائج غير محببة بالكامل في بعض الاحيان. نعم، لكن يا دكتور انتفاء الخوف تماما وعدم خوف البني آدم من سلطة الدولة أمر خطير، لأن الدولة لها سيادة ويجب أن الناس تخشى سلطة الدولة. النهاردة في مصر الناس أصبحت حتى تجرأت على سلطة الدولة، وبدأنا نلاحظ أن الناس بتاخد القانون بإيديها، وأن الناس النهاردة بتتمرد على كل الأشياء. النهاردة مجموعة ممكن من الموظفين الصغار يطردوا المدير بتاعهم ويحاصروه ويضربوه، ممكن مجموعة جنود عاديين كانوا بيمتثلوا لطاعة الضابط ممكن يتمردوا. إذا التمرد أيضا موجودة هنا مع الخوف يا دكتور، وده أثر سلبي. ما انا قلت ان في اثار سلبيه، ولكن ده له اسبابه برضه يا احمد. اسبابه من ضمن اسبابه هو اصلا ان الدوله كانت غائبه بالكامل لفتره من الفترات، وحتى غائبه قبل قيام الثوره. الدوله كانت تحولت الى جماعات مصالح تسخر امكانيات الدوله وسلطات الدوله ووظائف الدوله اساسا لخدمه هذه المصالح الضيقه التي تخدم جماعات قليلة من الناس. وبالتالي الدولة كمفهوم شامل بيرعى مصالح الناس جميعا، خد بالك من الكلمة دي، مصالح الناس جميعا على اختلاف تنوعها، انتفى فعلا يمكن لعدة سنوات قبل قيام الثورة. وده بالتالي حتى هذه اللحظة الدولة الجديدة او استعادة سلطة الدولة ما زالت في مراحل بدائية او مراحل اولى. الامر حيتوازن لما تعود هيبة وسلطة الدولة، ولكن في محظور هنا. هيبة الدولة وسلطة الدولة يجب أن يلتصق بها صفة أساسية، وهي صفة العدل،
صفة العدالة يعني تكون دولة لكل الناس وعلى كل الناس. يعني القانون لما يطبق على الكل. المحاكم لما تحكم بمعيار ثابت على الكل. الذي يخطئ يعاقب ايا كان موقعه، وهكذا. هذه الصفات كانت غائبة في فترة يمكن عدد من السنوات قبل الثورة، وهي اللي أضاعت الدولة أو سلطة الدولة وهيبة الدولة التي انحدرت في النهاية لأن تصبح هيبة فقط بالهراوات وبالعصي وبقوة الأمن المركزي التي انهارت بشكل يعني دراماتيكي واضح جدا في ميدان التحرير في أيام الثورة، وبالتالي أصبح ليس هناك دولة. تسألني الآن هل الدولة المصرية عادت إلى يعني وضعها الطبيعي اللي هو يحفظ هيبة الدولة؟ ما زلنا بعيدين عن هذا، وما زال هناك مطالبات وما زال هناك اجراء على هيبة الدولة. الأمر منوط أساسا بهل تستطيع السلطات الجديدة في مصر المحافظة على هيبة الدولة، ولكن أيضا بمقدار يعني متوازن جدا من العدالة المتوازنة لكل الناس واعطاء الحقوق بشكل متوازن لكل الناس. هو ده الاختبار الحقيقي. لو حصل هذا يبقى اذا الناس مش هقول بقى اقتراء على الدولة، ولكن احترامها للدولة، لان اصلا انت بتجترئ على شيء عندما تفقد احترامك له. انما لو وصلت الى درجة من الاحترام النابع عن الاقتناع بان هذه سلطة الدولة دي هي اصلا موجودة لمصلحتك، اذا انت بتنتقل الى مرحلة مش هقول بقى انك بتنحني او بتخضع، ولكن بتحس بنوع من الاستقرار والرضا. الرضا هو المعيار الذي يربط الحاكم بالمحكوم. انت ما تقدرش تحكمني غصب عني، ولكن تقدر تحكمني لو انا راضي عن حكمك ليه. هو دي المعادلة اللي احنا لسه ما زالت يعني ما زلنا لم نصل اليها بعد. طيب دكتور، ده هيقودنا الى يعني اللي حضرتك تفضلت بيه، كسر حاجز الخوف، وبالتالي ايضا التعبير عن الارادة، مبدأ الارادة وتفعيل الارادة، ولكن هنا تفعيلها بشكله صحيح. النهاردة عندما يفعل الشعب ارادته فيختار الاخوان المسلمين، وانا اتصور ان هذا الاختيار في غير محل لاعتبارات موضوعية استعمل فيها الإخوان وسائل لا أخلاقية كرشوة ومحاولات للتأثير على إرادة الناس من خلال استغلال الفقر وغيره. وبالتالي ألا ترى حضرتك أن كل اللي احنا قلناه ده ملوش أي قيمة طالما أن الناتج في النهاية هو أن الناس اختطفت إرادتها؟ شوف، احنا مش عايزين نيأس بسرعة يا أحمد. أصل أنت في معركة كبيرة جدا ومتعددة الجبهات. ما تنساش ان احنا عندنا مشكلة فقر شديدة، ما تنساش ان احنا عندنا مشكلة جهل شديدة، ما تنساش ان عندنا مشكلة عدم وعي كبيرة، ما تنساش ايضا ان طالما ان هناك في احتياجات انسانية مادية زي الاكل والشرب والسكن والعلاج، وان هذه الاحتياجات الاساسية لم تصل بعد في مجتمعنا المصري الى درجة معينة، الى درجة يعني حد ادنى من الاشباع، فهيظل دائما هناك احتياج. وبالتالي انا لما الاقي فصيل من المصريين سواء الاخوان او غيرهم بينزل ويحاول ان يلبي هذه الاحتياجات حتى وان كان يهدف من وراءه الى مقاصد اخرى، فلابد انه هيجد مستجيبين، واخد بالك؟ فدور الدولة اللي احنا قلنا انه غاب لسنوات كثيرة قبل الثورة احتل او استولي عليه بواسطة جماعات كثيرة. يعني مثلا انت لما تلاحظ تفتح التلفزيون وتلاقي ان في كم كبير جدا من الاعلانات بتدعو الناس للتبرع لكل شيء. يعني انت مطالب تتبرع للعلاج وتتبرع للتعليم وتتبرع للسكن وتتبرع لللبس وتتبرع لمصاريف المدارس يعني واخد بالك؟ فانت النهارده كل هذه الاساسيات مفهوم فيه لو في دولة حقيقية عادلة بتقوم بدورها. الدور التطوعي ده بيقل عموما، يعني كلما ازداد الدور التطوعي معنى هذا الكلام ايه؟ ان في غيبة للدور الاساسي. يعني انت بتستبدل الحق بالصدقة او بالزكاة او بالاحسان.
وهو ده الخلل اللي حصل في مجتمعاتنا او في مجتمعنا المصري من يمكن 25 سنه، لما زي ما قلت لحضرتك الدوله كلها ومقدرات مصر كلها اختطفت لصالح مجموعه ضئيله جدا معدوده، وكل شيء يعني تحول. ده اللي خلق الفراغ، ده اللي خلق الاحتياج، ده اللي خلى ان في مجموعه من المصريين الاخوان المسلمين وغيرهم يملأوا هذا الفراغ، حتى وان كان ملؤهم لهذا الفراغ بشكل انتهازي. انا معاك ان في انتهازيه سياسيه كبيره جدا، ولكن انا ما اقدرش الوم الاخوان على انتهازيتهم السياسيه، انا الوم الظروف اللي ادت الى ان هذه الانتهازيه تثمر. علي ان اقاوم هذه الانتهازيه. لو الدوله المصريه استعادت توازنها بشكل موضوعي وبشكل عادل، اعتقد ان فرصه الانتهازيه هتقل. بالاضافه لابد ان يتواكب مع يعني عمليه شديده التركيز من اثراء الوعي ونشر التعليم، لان هو ده اللي انت محتاجه عشان تقدر تصل الى توازن. هناخد قد ايه عشان نوصل للمعادله دي الله اعلم، لكن لابد ان المصريين يدركوا جميعا ان احنا هنقعد ننتقد في الاخوان فقط من غير فعل ايجابي، يبقى اذا مش هنعمل حاجه. لابد ان يكون هناك عمل يواكب هذا، نفسهم في العمل التطوعي. حاول انك تبني كيانات سياسيه ذات مصداقيه. حاول انك لو الدوله استعادت توازنها بشكل زي ما قلت دوله لكل المصريين، يبقى اذا المساحه اللي هي هتكون يعني مساحه الملعب للاخوان ضروري هتقل. لكن لو الدوله استمرت في غيبتها او تحولت انها دوله اخوان بالكامل، فانت قدام معضله حقيقيه ومشكله حقيقيه. نعم، اذا انت بتقر ان احنا اذا فضلت الناس في هذا الوضع، وانا اعتقد ان الاخوان النهاردة نجح ان هم يكونوا على رأس الدولة، وهذه الدولة اللي جاءت بهم هي دولة الفقر، هي دولة الاحتياجات، هي الدولة اللي حضرتك بتقول ان الدولة فيها غائبة وانها لا تقوم بدورها بشكل حقيقي. وبالتالي اكيد ان هذا الفصيل عليه انه يستثمر هذا المناخ وانه يدعمه ويركزه، وبالتالي لن يسمح للمواطنين اطلاقا من اختراق كل هذه اللي حضرتك تفضلت بيه. وبالتالي اذا الاخوان النهارده هيثبتوا هذا الامر. تتصور حضرتك هل الشعب المصري ممكن يعي لهذا الامر وممكن يثور؟ شوف، طبعا هو الشعب هيثور في حاله واحده. لو طبعا هو انت ممكن تصور لان احتياج مثلا الحريه او الديمقراطيه عندك منقوص، واخد بال سعادتك؟ ده اصلا عشان تصل الى هذه القناعه لابد اصلا ان يكون احتياجاتك الاساسيه، الاحتياجات الاساسيه 4 يا احمد: الاكل والعلاج والكساء والسكن. واخد بالك؟ قبل انت ما تفكر في الديمقراطيه وتفكر في حريه الراي لازم تلاقي تاكل، ولازم تلاقي تلبس، ولازم اذا كان عندك لا سمح الله لا قدر الله مرض لازم المرض ده يعالج. ساعتك فلكن لو انت تخيلت ان في مصري مش لاقي ياكل ومريض مش لاقي يتعالج ومالوش بيت، وبعدين تيجي تقول له تعالى ده احنا عندنا حريه راي، مشكله في حريه الراي، هيقول لك روح يا عم ابعد عني خلينا فانت عندك مساحه كبيره جدا من الاحتياج الاساسي غير مستجاب لها اطلاقا وغير متحققه. انت عندك الله يعني يقال 40% من المصريين تحت خط الفقر، ودي نسبه خطيره جدا. انت تحت خط الفقر معناها ايه؟ انه مش لاقي ياكل، مش لاقي يسكن، مش لاقي يلبس، مش لاقي يتعالج. في بقى اللي احنا بنسول عليهم النخبه، اللي هم الناس اللي الاساسيات دي متوفره عندهم، اللي هو بياكل وبيشرب وبيتعالج وعنده بيت حتى وان كان بيت متواضع. ده ممكن يبقى همه ينصرف الى هل هناك حريه راي كافيه في المجتمع ام لا؟ هل هناك ديمقراطيه حقيقيه ام لا؟ اللي هو انا وانت عمالين نتجادل فيها من سنين، وانت فاكر ان احنا اتكلمنا في الكلام ده وقلنا ان احنا عندنا معضله رئيسيه. فانت كم مليون مصري هتستطيع انك تجذبه لقضيه مثلا زي حريه الصحافه مثلا، واخد بالك؟ ويقتنع بيها انها يعني جديره بالنضال، وهو اصلا ملوش بيت يسكن فيه، واصلا ما بيشتريش الجورنال، واصلا ما بيشوفش تلفزيون. خدت بالك سعادتك؟ فانت ال 40% من المصريين دول او 30% او 25% اللي هم بيعانوا معاناه شديده جدا من نقص الاحتياجات الانسانيه الاساسيه، هم دول اللي في الوقت الحالي القوى الاخرى بتستثمرهم وبتستغلهم، وهم مش فاضيين طالما انك بتديله حسنه، واخد بالك؟ هو مستعد انه يمشي وراك.
فالمعركة الحقيقية هي معركتين الحقيقة، هي معركتين الاثنين لا يمكن فصل احداهما عن الاخرى. الاولى معركة تنمية، والاخرى معركة وعي. يعني انت لابد ان ما تقدرش تروح للناس تقول لهم والله يا جماعة انا جاي اناقشكم او خدوا بالكم ده في ناس بتستغلكم في الانتخابات. طيب هو عاوز ياكل، لو انت وفرت له فرصة عمل جيدة او وفرت له هذا الاحتياج ممكن يسمعك، لكن قبل توفير هذا الاحتياج الاساسي هو مش مستعد يسمعك ومش هيسمعك. هي دي اللي احنا القوى الاخرى حتى هذه اللحظة يعني مش قادرة يعني تعبر هذا الحاجز. بيتكلموا كلام حلو قوي وكلام جميل جدا وكلام منطقي وكلام يعني حقيقي حق، ولكن المتلقي عنده احتياج اخر او احتياجه الاخر المبدئي مش هو ده، في احتياج اخر، والفصيل الاسلامي بيستغل هذا وعي وبيكسوه بقى احيانا بحاجات تانية. يكسوه مثلا بايه؟ يعني ترغيب في الجنة وترهيب من النار، بيلعب على العاطفة الدينية للمصريين، بيستغل آيات القرآن وأحاديث النبوية أحيانا في غير موضعها، يعني واخد بيمزج السم بالعسل، وبالتالي هو عنده ريسبي قوية جدا إنه يكسب عليك الجولة بهذا الشكل. هتقول لي نعمل إيه؟ لازم تنزل الميدان، لازم يبقى فيه تنظيم قوي للجهود بحيث إنك زي ما قلت لحضرتك تنمية وتوعية. توعية فقط من غير تنمية أعتقد إنها لن تثمر شيء، تنمية فقط من غير توعية يبقى انت برضو مش هتوصل لنتيجة. فهي المعادلة المزدوجة في التنمية والتوعية في آن واحد وبشكل منظم، ويمكن المعركة دي تاخد 10 سنين او اكتر. انما يعني لو تخيلت ان في فصيل من المصريين 5 مليون مصري قادرين على هذا الفعل بشكل تنظيمي. من المعضلة الاخرى اللي يمكن كل قوة سياسية فيها عيب قاتل اللي هي عدم القدرة على تنظيم نفسها بشكل فعال. المصريين عندهم او كانوا عندهم حساسية. اعتقد ان اكبر خطأ ارتكبته الثورة المصرية هي الايمان او الدعوة ان احنا مش عايزين قائد ومش عايزين قيادة وان احنا كلنا قادة. ما فيش حاجة في الدنيا اسمها احنا كلنا قادة. اي فعل ناجح في الدنيا لازم يبقى له يسي قائد ومقود. ولو تأملت الفصائل الاخرى التي تنجح في الساحة السياسية هي الفصائل التي تستطيع ان تنظم نفسها. المجلس العسكري لما كنا بننتقده اهم صفة فيه الهيراركي ستراكشر، القدرة على اتخاذ قرار بشكل سيستماتيك وفي الاخر في قائد مسؤول. الاخوان المسلمين عندهم نفس الفكرة، السلفيين عندهم نفس الفكرة. القوى الليبرالية كلها بتتخانق كل يوم التاني على مين فيهم اللي متحدث رسمي، وكل واحد انا وانت بنيجي نعمل حزب النهارده وتاني يوم انت تنفصل وانا انفصل وكل واحد فينا يعمل حزب. الكلام ده ما ينفعش، ولازم يبقى في درجة كبيرة جدا من توزيع الادوار والايمان بان مش ممكن كل واحد يبقى كل شيء، ان هناك قدرات مختلفة للبشر، وان الفن الحقيقي هو كيفية واحد تقييم هذه القدرات والادوار بما يتناسب مع بعض. انت لو انا عارف ان انت ما عندكش القدرات الاساسيه او انت تحاول انك تدعي هذا الدور وتطلب نفسك. انت تقول مثلا انا عايز اروح اعلم الناس بالصين وانت ما بتعرفش صيني، ما ينفعش. فانت زي ما اشرت في بدايه حديثك لما انت قلت ان احنا بنتبادل الخبرات، انت راجل بتاع الاقتصاد بيجي يتكلم بالاقتصاد، واحد بتاع الطب بيتكلم في الطب، واحد مهندس بيجي يتكلم في الهندسه. هو ده المطلوب في العمل السياسي، ان العمل السياسي ككل مفيش حاجه اسمها سياسي زي ما بيسموه of all times. انت راجل بتتكلم كويس قوي في القضايا الاجتماعيه، واحد تاني عنده قدره اكتر في القضايا الاقتصاديه، واحد ثالث في تجميع الناس، واحد رابع في العمل الميداني، واحد خامس في التنظيم. العمليه دي كلها لابد ان تندمج في منظومه في النهايه لها قائد. صحيح القائد مش لازم يكون مستبد، ولكن لابد ايضا ان يكون في النهايه اتخاذ قرار يخضع لعمليه تسلسل القياده، وهو ده اللي بيؤدي في النهايه للفاعليه، هو ده اللي بيمتاز به الاخوان المسلمين واللي بيفتقده الاخرون. بالظبط. يعني اذا احنا عندنا مشكلتين يا دكتور. مع 3 مشاكل يا احمد، 3 مشاكل عندنا. 1 ان احنا ما عندناش قدره للتنميه، 2 بنركز على التوعيه من غير تنميه، و3 عدم القدره على التنظيم. دول ال3 في تقديري ان هم لابد ان هم ال3 يتحلوا في وقت واحد. ومن المنوط بحل هذه المشاكل يا دكتور؟ احنا كلنا لابد ان يبقى في مصحة، لابد يبقى في استعداد تام للايثار مش الاثرة. يعني لازم انا اكون مستعد ان اخد الصف الثاني، مش لازم اكون في الصف الاول. هبقى في الصف الاول في مهمة اخرى،
واخد بال سعادتك؟ نعم. يعني لو انا راجل بتاع جراح مخ واعصاب مش لازم اروح احاضر الناس في الدستور، واخد بالك؟ لو انا راجل مهم قدراتي الشخصيه في مخاطبه الجماهير او في العمل الارضي لازم اركز على هذا. فهي العمليه هي انت قدراتك فين وازاي تتحط. زي فرقه الكوره بالظبط، ما تقدرش نكون كلنا راس حربه ومفيش جون، او ما نقدرش كلنا نقف جون ومفيش شخص وهكذا. فانت بتوزع اللاعبين طبقا لقدراتهم وطبقا لامكانياتهم، وبعدين هو ده اللي في النهايه بينتج الفعل الجماعي. ما هو في عقل مركزي بيقوم بهذا الدور، اذا هذا العقل المركزي غائب كيف تتصور ان يحدث هذا؟ هو احنا حاليا في مرحله زي ما تقول ايه، انت عارف الكبت الشديد. لاحظ ان احنا من كام سنه ما كانش فكره ان يعني انت قبل سنه 2005 قبل كفايه ما تطلع على الساحه وكده. نعم. مجرد ان المصريين ابتدوا يطلعوا وكانوا في الاول بيطلعوا 50 و70 و100 واحد و200 واحد وهكذا، لغايه في النهايه في الثوره بقوا ملايين. اللي ناقص بقى هو عمليه ازاي هذا التيار الجديد زي النهر الجارف، واخد بالك، ازاي تستفيد منه استفاده جيده. تستفيد منه انك النهر ده لازم تحمل له يعني ضفاف، لازم تحط عليه سدود، لازم من السدود وهكذا. اللي ناقص هو، وده يمكن التيار اللي ابتدى شويه في الفتره الاخيره بعد الناس ابتدوا يدركوا هذا، زي مثلا الاستاذ حمدان صباحي لما قال لك نعمل التيار الثالث. ابتدى الدكتور البرادعي في النهايه ادرك ان هو لازم يكون على راس حزب بدل ما انه يكتفي بدور يعني الراجل الملزم. فاذا لكن لازم احنا ما وصلناش لسه للمرحله اللي هي تفرز ادوار متعدده مختلفه، وبعدين هذه الادوار تتناغم مع بعضها. طبعا في النهايه لابد يبقى في مايسترو لازم، وهو ارجع للمعادله بقى، هل يقبل المصريين قائد؟ اصل المصريين عندهم عقده من القائد. المصريين دايما حطوا كلمه القائد دي بمفهوم الدكتاتور. مش لازم القائد يكون دكتاتور، يعني هو دي المعادله اللي احنا علينا نحلها بيننا وبين انفسنا اولا. يعني فكره ان القائد بقى ديكتاتور اصبحت عامله فوبيا لدى الناس، فالناس عامله رفض لفكره القائد، وده مقتل. ده الوضع الخاطئ الكبير اللي احنا فيه. مش لازم القائد يكون ديكتاتور، في وسائل للحد من ديكتاتوريه القائد، ولكن مش ممكن تستغنى عن القائد، مش ممكن تقول ان احنا كلنا قاده، ما ينفعش. لكن ما هو برضك يا دكتور النهارده القائد اللي موجود يعني للاسف الشديد محبط، وبيحاولوا يخلقوا منه قيادة، والكل في داخله يعلم انه لا يمثل هذه القيادة المنطلقة من ذاتها، انما هو يعبر عن فكر مجموعة اخرى بتقوده ممكن احيانا لصالح الجماعة، وان تعارضت مع صالح الوطن فالناس محقة انها تتخوف. لا انت بتتكلم على رئيس الجمهورية منتخب، ده شيء. انا بتكلم هنا مش لا، وايه المانع ان يبقى في رئيس جمهورية منتخب وفي قائد للمعارضة، واخد بالك، بدل وقائد للفكر، واخد بالك، اللي هو التنظير بمعنى اخر، راجل منظر ملوش دعوه بالعمل الميداني. ايه المانع ان يكون نقابات عمال منتظمه وقويه وقادره على الفعل وتنتخب قياداتها بشكل موضوعي؟ ويعني رئيس الجمهوريه ده احد القاده، هو صحيح قائد الدوله كلها، لكن ما تنساش اذا كان هناك فصائل سياسيه متصارعه فكل فصيل سياسي عليه انه هو ينظم نفسه بالشكل الذي يفرز في النهايه. وارجع وافكرك، الفصيل اللي انتصر او الذي يبدو انه انتصر هو الفصيل الاكثر تنظيما. الاكثر تنظيما من وجهة نظرك؟ طبعا مش وجهة نظري بس، دي حقيقة واضحة، اللي ينكرها يبقى اسمح لي يبقى ما بيشوفش. يعني انت النهاردة لو انكرت القدرة التنظيمية الهيراركيال ستراكشر لجماعة الاخوان المسلمين، يبقى اذا انت هنا بتحرس في بحر، يبقى هتقول انا هنزل الانتخابات ضدهم واحنا بنتخانق انا وانت الاثنين في تيار فكري واحد وتيار سياسي واحد ومتفقين في الاهداف، واخد بالك، وبعدين مش قادرين نتفق مين فينا اللي يترشح. يبقى ايه بقى يبقى ايه المشكلة هنا؟ المشكلة ان احنا مش قادرين ننظم نفسنا، وبالتالي خصمنا بيكسبنا في كل جولة ينزل فيها. طيب دكتور، ده ما يقودناش في ظل هذه الاوضاع اللي حضرتك يعني عرضت ليه، وفي ظل هذا يعني حالة الصدام اللي ممكن تكون واردة،
ان احنا ندخل في عملية تعميد الدم والنار كطريقة تستطيع انك انت تخرج منها وتلفظ كل هذه الشوائب. وفكرة التعميد والنار يعني انت من الناس اللي انا اعرف انك انت يعني تميل اليها الى حد كبير باعتبارها حتمية تاريخية. في فرق يا احمد بين يعني انك تبص للامر من منظور يعني نظري محض لمعطيات ونتائج، وفي فرق بين انك طبعا ده احتمال يعني ارجو من الله الا يحدث، لكن لان انت تكلفته هتكون يعني يمكن كبيرة جدا. ومع ذلك لو استمرت الامور بالشكل ده، ان استمرت الامور يعني بهذا القدر من الالتباس والتدهور وبتاع، طبعا ده احتمال يعني وارد. لكن في البدائل ويمكن ما تكونش هو فكرة او الاتراكشن بتاع التعميد بالدم والنار يا احمد، زي ما تقول ايه، زي بالظبط المريض اللي ممكن يشفى بعملية جراحية وممكن يشفى بالدواء. العملية الجراحية تبدو انها يعني شيء يعني شديد، لكن بتحمل معاها شفاء شبه كامل. الشفاء بالدواء ممكن برضه يصل، لكن يمكن ما يكونش بنفس السرعة ولا بنفس فده الفرق بين الطريقين. المصريين ابتداء من 11 فبراير اختاروا سلمية الثورة. يعني الشعب المصري ككل اختار سلمية الثورة ورفع شعار سلمية الثورة، وما زال يطالب بتحقيق مطالب الثورة بالوسائل السلمية. هذا في حد ذاته شيء ايجابي، ولكن ايضا قد يحمل معاه اصل معنى ايه؟ معنى الفكرة العنف معناها ان فصيل حقد على فصيل، واخد بالك؟ وفي النهاية هذا الفصيل المنتصر هو الذي سيفرض وجهة نظره ويفرض رؤيته للتصالح. ده مش معناه انت تفترض هنا ان الفصيل اللي هينتصر هو الفصيل الاكثر حقا، لكن هناك خطأ قائم ان الفصيل الاقل حقا قد ينتصر نتيجة الاختلال توازن القوى الموجود، ونتيجة الدعم، ونتيجة المعطيات الأرضية اللي هي الموارد البشرية والمالية والآخر. فإذا يعني الحل الآخر رغم أن يمكن يكون أقل تأثيرا وأطول طريقا، لكنه في النهاية يمكن يكون أقل الأضرار. علينا بقى أن احنا نلاقي الوسائل الأخرى التي يعني تقلل من الآثار السلبية لهذا الطريق. لازم نتفق على حد أدنى، لازم يبقى في أولويات، لازم يبقى في توزيع أدوار. دول الثلاث حاجات اللي أنا يعني شايفهم حتى هذه اللحظة غايبين عن المشهد السياسي، وخاصة بين الفصيل اللي هو الليبرالي أو الفصيل بتاع الدولة المدنية وحتى الفصيل القومي وحتى الفصيل اليساري. الثلاثة دول بيشتركوا في نفس الآفة اللي هي غيبة الفعل الفعال، القدرة على التنظيم بحيث ان الفعل بتاعه يبقى فاعل وفعال على الارض، مفيش نتيجة فعلية على الارض، وهو ده المشكلة اللي احنا بنواجهها. هو النهاردة في محاولات للتجميع يا دكتور، يعني النهاردة مجموعة احزاب بتسعى، يعني فكرة التكتلات اصبحت النهاردة قائمة. بنشوف مجموعة من الاحزاب بتحاول تندرج تحت فكرة واحدة او حزب واحد. بنشوف فكرة الطريق الثالث، وان كان حتى الدكتور صلاح فضل كان ليه يعني اعتراض على كلمة الطريق الثالث من حيث البعد النفسي وتأثيرها. كل هذه الامور انا شايف ان فعلا في محاولات للتكتل امام قوة الاخوان المسلمين، وان الناس بدأت تشعر ان الاخوان ليس هو الفصيل الاقوى لانه الاقوى في ذاته، لانه الاقوى لان الاخرين يعني على قدر عالي من الضعف، وان القضية او الميزة النوعية اللي بيحملها الاخوان الا وهي قدرة على التنظيم. اعتقد ان ده بدأ ايضا هذا الوعي ينتقل الى بعض النخب اللي كانت بتتصارع فيما بعضها. فالنهاردة فعلا في محاولة ان الدكتور البرادعي مع حمد قنديل مع صباحي مع بعض هذه النخب بدأت النهاردة تلتقي. انا اعتقد ان ده ممكن يعني يؤدي الى شيء في مواجهة الاخوان المسلمين.
لكن في مشكلة يا دكتور بعد إذنك. هذه النخب لا تستطيع أن تخاطب الشارع بلغة سهلة بسيطة كما استطاع الجانب الآخر أن يخاطبه، لأنه اخترقوا وتغلغل جواه وعارف احتياجاته وكلمه باللغة السهلة اللي هو بيفهمها. الثاني أيضا احنا سمعنا هنا الدكتور البرادعي لما كان موجود في لندن، حضرتك كنت معانا عدناه في جامعة لندن، الرجل بيتكلم بشكل تنظيري عالي لا يفهمه غير المثقفين، لكن رجل الشارع العادي البسيط في القرية اللي الإخواني بينزل أو السلفي بيكلموا بيفهموا لن يفهم البرادعي. إذا أيضا قضية النخب حتى ولو اجتمعت، حتى لو نظمت نفسها، لا تملك هذا الخطاب البسيط السهل الذي تستطيع أن تنزل به لرجل الشارع. ما هو الحل؟ هو في مشكلة ثانية يمكن انت فت عليها بسرعة، واعتقد انها مشكلة اساسية ولابد ان تواجه بشكل من الشجاعة الادبية. على فكرة الاخوان مش بيكسبوا المعارك الانتخابية او القضية السياسية لانهم منظمين فقط، ولكن عندهم ميزة اخرى الاخرين يفتقدونها. ايه هي؟ الاطار التنظيري الفكري الواحد الذي يجمعهم. انت النهاردة لما تقول لي ان الاقصى اليسار المتمثل في حزب التجمع مثلا الشيوعيين هينضموا الى الدكتور البرادعي الليبرالي عشان هزيمة الاخوان، اسمح لي ان انا اعترض. ليه؟ لان هذا الانضمام بيكون تحكمه مصلحة آنية ضئيلة، ويعني التنمية احنا قلنا عشان انا انجح لازم اعمل تنمية وتوعية. خدت بالك؟ لو انت خدت قضية التنمية كمحور اساسي للنجاح وابتديت تحط ابجدياتها على الارض، وانت راجل اقتصادي تفهم في هذا جيدا، هتلاقي ان في خلاف فكري اساسا في شكل البناء الاقتصادي الذي تقوم عليه الدولة. فهذه الاحزاب التي تتجمع هي بتتجمع في لحظة خوف فقط، وبتتجمع برغبة في مقاومة الاخوان، مش لانها في بينها جوانب كبيرة. انا اعتقد ان الاكثر يعني كريديبيليتي هي ان الاحزاب الليبرالية تتجمع تحت اطار ليبرالي، الاحزاب الاشتراكية تتجمع تحت اطار اشتراكي، والاحزاب القومية تتجمع تحت، ولا يخجل اي من هذه التيارات من الاعلان عن مكونه النظري وانتمائه النظري بشكل واضح جدا بدون لبس، حتى وان كان هناك خلافات بين هذه الفصائل وبعضها. ولكن الثلاثة دول هيجمعهم حاجة واحدة، هيجمعهم تحالف انتخابي. في فرق بين ان انا اتحالف تحالف مؤقت في الانتخابات، ان والله انا مفيش مانع ان احنا نعيد او نوزع مثلا المغانم زي ما تقول لكم مثلا 15% وليه 20 وهكذا، واول ما فصيل فينا يكسب او يصبح نمرة واحد مكان الاخوان، الباقي هيعارضوا، والاخوان في الحاله دي هينتقلوا من ينضموا للفصائل الاخرى. فعيب الثاني اللي هو موجود بين التيارات المدنيه جميعا، انا ما بحبش الكلمه دي على فكره، لان هذه الكلمه كلمه مؤقته فقط بوجود تيار اسلامي قوي على الارض. لكن لو انت تخيلت ان ما كانش فيه اخوان مسلمين، كان اللي هيتخانق بينهم وبين بعض هم اليساريين والليبراليين يعني. وما تقوليش ان هم عندهم قوائم، ان قواسم مشتركه كثيره، ما عندهمش الحقيقه، عندهم خلافات اكثر من خلافاتهم. اللي بيوحد بينهم الان هو مواجهه الاخوان، وهو ده في حد ذاته نقطه من نقاط ضعف. عشان كده معظم التكتلات اللي احنا شفناها على مدى ال 18 شهر او سنتين اللي فاتوا محكوم عليها بالفشل. يعني بص تلاقي انها ايه اللي يجيب مثلا الدكتور السعيد رفعت السعيد مع البرادعي؟ مش ممكن. يعني الاثنين بينطلقوا من اساس فكري مختلف، تجربه سياسيه مختلفه، رؤيه للمستقبل مختلفه، وبالتالي هم ممكن يتحالفوا انيا الان فقط عشان في انتخابات ضد واحد اخواني. طيب وبعد ما الانتخابات تخلص هيخشوا مجلس الشعب والاثنين يتخانقوا. فانا عايز ان الفرز يكون اصلا على اساس فرز ايديولوجي منظم ورؤيه للمستقبل، لان الرؤيه للمستقبل هي اللي هتجذب الناخب. نعم. طيب دكتور، وحضرتك يعني استشاري امراض نفسيه، اذا النهارده طبعا كل الناس اللي بتيجي من مصر تقول لك يعني سوري في اللفظ ده شعب تعبان، البلطجه، الناس اعصابها منهاره، الناس ما تعرفش تكلمها، الناس انعدمت فيها الاخلاق، انعدمت المروءه اللي ما جبل عليه الشعب المصري قبل كده من كرم وشهامه ونخوه، كل ده بينهار وكذا وكذا. سؤال لحضرتك، هل ممكن في الامراض النفسيه اللي بتصيب الانديفيدوال او الافراد
الأمراض تصيب مجتمع؟ يعني مثلا ممكن الفرد يصيبه حالة اكتئاب، هل ممكن مجتمع يصاب باكتئاب؟ ممكن الفرد مثلا يجي له حالة انكزايتي مثلا او اي مرض من امراض الديس اوردر او حاجة زي كده، هل ممكن المجتمع يصاب بامراض يعني كما يصاب بها الافراد؟ واذا كان هذا الامر صحيح، تعتقد ما هو المرض النفسي النهاردة اللي ممكن بنقول حاكم هذا العقل الجماعي المصري؟ لا، هو الحكايه دي عايزه شويه ضبط، يعني العباره الاخيره اللي انت طرحتها عايزه شويه ضبط. اتفضل. كلمه امراض نفسيه تصيب مجتمع، الاجابه لا. انما هناك ظواهر عامه بتصيب المجتمع قد تماثل في العلامات بتاعتها اعراض المرض النفسي الذي يصيب الفرد. المرض النفسي في توصيف دقيق هو اختلال يصيب الفرد نتيجة عوامل معينة او تداخل مجموعة من العوامل، بعضها بيئي، بعضها حيوي بيولوجي يعني يرجع للجينات، بعضها لاستعدادات الشخص نفسه. المجتمع بيشترك مع الفرد في ايه؟ بيشترك في الصفات العامة. يعني عشان نكون ادق يعني توصيفا، الفرق بين الفرد والجماعة ايه؟ ان الفرد يونيك، يعني احمد صابر غير هاني شعيب، رغم ان هما الاثنين مصريين وهما الاثنين ممكن يكونوا من كفر الشيخ، وهما الاثنين مثلا كانوا زملاء في المدرسة، وهما الاثنين ممكن يكونوا مثلا بيحبوا توتنهام هوتسبير، وممكن هما الاثنين بيحبوا مثلا ام كلثوم، واخد بالك؟ لكن الذي يقلق هاني شعيب وغير اللي يقلق احمد صابر وهكذا. ليه؟ لان احمد مختلف كانسان مختلف. فاحنا بنتكلم بالنسبه للشعب المصري هناك صفات عامه، اساس هذه الصفات العامه ما بترجعش لاسس نفسيه يا احمد، ولكن بترجع لاسس اجتماعيه وثقافيه، يعني اللي احنا بنسميها السوشيال كلتشر اسبكت. يعني مثلا احنا كلنا المصريين عندهم مثلا او كان عندهم، ما اعرفش دلوقتي ولا لا، بقالي فتره غايب عن مصر، احترام الكبير، واخد بالك؟ في مثلا عندهم محاوله ان حمايه المراه، يعني ان الراجل يقعد الست في الكرسي لو طلعوا اثنين الاتوبيس مثلا. في مثلا حكايه ان لو انا راجل يعني معايا قرشين، من المنتظر ان انا يعني اظهر شيء من الكرم. دي صفات عامه بيشترك فيها المصريين جميعا. الصفات العامه اللي بيشترك فيها المصريين اللي انا ذكرت بعضها، اللي هي عمليه الخوف من السلطه، دي صفه عامه يعني انكسرت برضه على المستوى الجامعي يا احمد. نرجع بقى لسؤالك، هل هناك مثلا اكتئاب يصيب الامه المصريه؟ الاجابه اكتئاب بالمفهوم الطبي النفسي لا، ولكن حاله من الاحباط وحاله من الغضب وحاله من اليأس نتيجه الظروف الاجتماعيه والمجتمعيه. حلها هنا طبعا مش علاج نفسي، ولكن حلها هو ان تغير المعطيات الثقافيه والسياسيه والاجتماعيه التي اصيبت بحدث. يعني مثلا حكايه اللي امبارح اللي احنا بنتابع في الاخبار عن الالتراس بتاع الاهلي اللي بيحاول يمنع المباراه بتاعت الكوره. طيب هل ده مرض نفسي؟ الاجابه لا، ده نوع من رد فعل للغضب والاحباط اللي موجود نتيجه تاخر او ما يعتبرونه هم تاخرا في العداله الناجزه. طبعا هو في نقص في الوعي، لان هم ما يقدروش يعملوا مثلا المحكمه تحكم في ميعاد محدد وهكذا. فده ياخذ صفه الرفض العام، ياخذ صفه التمرد. لو انت طبقت هذه المعطيات على فرد مريض قد تلاقيها تتماثل. فبنقول مثلا ايه؟ الالتراس ده كله عنده نوع من البيرسوناليتي ديسوردر. الحقيقه لا، خدت بالك؟ فانما التصرف العام الذي يصيب عدد كبير من الناس نتيجه ظروف اجتماعيه وسياسيه وثقافيه تاتي بظواهر قد تشبه في اعراضها او في دلالاتها بعض الدلالات التي تصيب المريض النفسي. جميل يا دكتور. طيب حان الوقت نفتح باب النقاش مع السادة والإخوة المستمعين مع حضرتك. فهنبدأ بالأخ العزيز. أولا هنا ما تندهش يا دكتور من الأسماء، لأن الأسماء هنا أسماء كودية مجردة، لأن قلنا الفكرة هي يعني نحن نناقش الفكرة ولا نناقش الشخص مجردا من كل شيء،
فقط مصري، فهتسمع اسماء عجيبة. فلو لقيت اسم بورصة او صرصار او حمار حتى، كل الحاجات دي هنا واردة جدا هذه المسميات. فما تندهش حضرتك، لان دي في الحقيقة بتسبب بعض الصدمات لبعض الضيوف، بيلاقوا اسماء غير تقليدية. فمعانا الاخ رينو RENOH، وهو يعيش في اعتقد في مصر. رينو عايش في مصر. اتفضل يا باشمهندس، اتفضل مايك مع حضرتك والدكتور هاني سامعك. شكرا. تحياتي ليك يا دكتور هاني، وده شرف كبير لينا ان نسمع حضرتك، لان الاستاذ الدكتور احمد قامة كبيرة وبيجيب لنا كل يوم والتاني، بيمتعنا الحقيقة بالقامات الكبيرة اللي ذكرها لحضرتك في بداية هذا اللقاء. الحقيقة أنا يعني ما عنديش أي سؤال أتكلم فيه، بس زي ما قال لحضرتك أنني أعيش في القاهرة، وعشت القاهرة في الستينات والسبعينات. كانت القاهرة مختلفة تماما. ممكن لو سيادتك توافقني ان القاهرة بعد حرب 73 تغير الحال تماما. انا بتكلم من ناحية الاخلاق الاجتماعية وتعامل المجتمع مع بعضه. سيادتك ذكرت دلوقتي في نهاية الحديث عن احترام المرأة واحترام الكبير والكرم والخوف من السلطة. الحاجات دي حضرتك الجيل بتاعنا اللي عاشها في الستينات والسبعينات تضاءلت وكادت تنعدم، لدرجة اني انا يعني بخاف انزل الشارع، مش ناحية يعني خوف بمعنى الخوف، انما انزعاج من الشارع. حاليا الشارع القاهري في منتهى الفوضى ومنتهى عدم الانضباط يعني. القلق مش القلق بمعنى القلق يا ليون، القلق النفسي، او يعني حاسس ان انا خارج وفي حاجه هتحصل رغم انها ممكن لا تحدث. فسيادتك يعني كنت عايز يعني روشتة علاج لهذا المجتمع بصفتك طبيب عظيم في الامراض النفسيه. انا عارف الروشتة كبيره جدا وطويله وممكن تاخذ سنوات، لكن ما هو المخرج من المعضلات التي نحن بها الان يعني اجتماعيا حتى قبل السياسيه؟ نعم، فكرة وصلت. هو شكرا جزيلا. يعني هو حتى رينو عنده تخوف على المستوى الشخصي هنا، مش على يعني عنده حالة قلق من مجرد خروجه في الشارع نتيجة انعدام الامن. مظبوط. ما هو ده اللي انا حاولت اشير اليه يا احمد، ان لما بيكون في اوضاع اجتماعية واوضاع اقتصادية واوضاع ثقافية واوضاع سياسية خاطئة، ودول الاربعة مع بعض ما تقدرش تفصلهم عن بعض، بيؤدي في النهاية ان الفرد الذي يعيش في هذا المجتمع بيصاب بحالة شديدة جدا من عدم الامان يعني، او عدم القدرة على تحديد اتجاهاته، وبالتالي تصرفاته كلها بتتسم بشيء من العشوائية وبتتسم بردود الافعال بدلا من الافعال. لو انت تخيلت المجتمع كله بيتصرف بردود الافعال، وهذه ردود الافعال كلها عشوائيه، انت تصل للمعطى اللي احنا بنشوفه الان: الفوضى الشديده، العنف احيانا، التصرفات الغير مسؤوله، وايضا بتردم على الصفات الاصيله المكتسبه في الشخصيه المصريه، اللي هي مثلا انه يكون يعني مثلا يساعد الضعيف، انه يكون عنده قدر من الشهامه، انه يكون عنده قدر من الكرم. الثلاث صفات دول اللي احنا كنا نعرفهم في اجدادنا وفي ابائنا، ويمكن في الكبار مننا في السن شويه يمكن كانوا بيشوفوها شبابهم، حاليا مردوم عليها نتيجة ان المعطيات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية كلها مختلة، وبالتالي الفرد اصبح عليه انه مضطر
انه يتصرف واحد برد الفعل بدلا من الفعل، يعني مفيش مبادئة، 2 بعشوائية، والعشوائية تؤدي للفوضى، والفوضى تؤدي للصورة اللي احنا شايفينها في كل الناس بتتصرف بفوضى، بما فيهم حتى الناس المفروض ان هم يلتزموا بالنظام زي رجال الشرطة مثلا. فعل الشرطة كان في فترة من الفترات بيتميز بالعشوائية والفوضى، مفيش ضوابط، المرور فوضى، التعليم فيه فوضى، الصحة فيها فوضى. يعني بتسمع الخبر مثلا ان المستشفيات بتقفل عشان الناس بتروح تضرب الاطباء والممرضين والممرضات في اقسام الاستقبال. ده طبعا موضوع يعني هزلي جدا، حزين جدا ومأساة، ولكنه في نوع من الهزلية والعبثية الغير معقولة، وده توصيف لحالة الفوضى اللي احنا كلنا عايشين فيها. العلاج ايه؟ العلاج ان احنا المصريين جميعا 90 مليون مصري كل واحد فيهم عليه ان يلزم نفسه بقدر من الانتظام والانضباط، ومحاولة ان احنا يبقى في هدف عام. وجود هدف عام لأمة أو لشعب بيساعد في تقليل الفوارق بينها، ودي مهمة بقى القيادات السياسية أو الأحزاب أو بتاع. حتى هذه اللحظة لازم نفتكر يا أحمد إن إحنا حتى هذه اللحظة قياداتنا السياسية لم تتبلور بعد، مفيش عندنا مشروع سياسي يجمع عليه كافة المصريين. إحنا ما زلنا في مرحلة صراع وشد وجذب ما بين التيارات السياسية المختلفة، وبالتالي حتى لحين تستقر هذه الأمور اخشى ما يخشى ان تستمر حالة الفوضى شوية. طبعا ده هيستلزم درجة عالية جدا من الوعي، وزي ما قلت لحضرتك انا بعتقد ان الروشتة الحقيقية هي تنمية وتوعية الاثنين يمشوا مع بعض مع قدر من الاثار، ان احنا نحاول يعني ما نستأثرش بكل شيء، وتوزيع الادوار ده ممكن يؤدي في فترة بسيطة الى الانتقال من الحالة دي الى حالة افضل ان شاء الله. شكرا جزيلا يا دكتور. طيب عشان يكون معنا بردك تنوع، هتكون معنا